بدنا ناخذ مقادير الوصفة الثانية. بسم الله. عندنا نص باكيت عجين خشنة، كنافة خشنة يعني من سويتس. عندنا كوبين جبنة الشيخ، 3 ملاعق سمن ميكس كبار ميكس يعني حيواني ونباتي، كوبين قطر خفيف، ملعقة سمن بلدي مع القطر، فستق حلبي للزينة. وأنا اليوم طبعا اخترت إني أنا أشتغل بعجين سويتس اللي هو عجين الكنافة الخشنة، موجود في الأسواق، أكيد كلكم تعرفوه ومجرب. راح نبدأ سويتس يعني غني عن التعريف. راح نبدأ في الخطوة الأولى. إخواني الكنافة يعني للأمانة بدها سمن حيواني. هلا الخشنة احنا راح نسوي ناعمة في الحلقات. الخشنة بتاخذ 3 أضعاف الناعمة، يعني إذا هاي الصينية حطيت عليها معلقة ناعمة معلقة سمنة للكنافة الناعمة، الخشنة راح أحط عليها 3 ملاعق. والسبب إنه هذا العجين بشرب سمنة ولازم تتغلغل فيه عشان يستوي من الداخل. شو بدي اسالك سؤال، ايش تفضلي. الفرق بين اللي هو السمن النباتي والحيواني؟ يعني ليه بتستخدم حيواني؟ هلا الحيواني فيه دسم، فيه نكهة غير. طبعا. اوكي. والخشنة بالذات بدها سمن حيواني. هيك أنا دهنت الصينية في الخطوة الأولى. هذا اللي أنا بدي أسويه اختياري، يعني تقدروا تحطوا صنوبر فستق اللي بدكم إياه، بتقدروا تعملوها سادة يعني ما في مشكلة، بس أنا بحب أزين بالفستق الحلبي. بعد هيك إخواني هذا العجين بكون فروزن، بعد ما نجيبه بنطلعه 2 3 ليفك، بعدين راح ننسله بهاي الطريقة عشان نقدر نفرده وما يكون في خصل. راح ابدا بفرد العجين، طبقة عجين نص سنتي مش اكثر، يعني نص عقدة. بتطلعوا كيف انا باخذ تحت اصابعي. عم تضغطها صح شيف؟ بس تحطها؟ هي بضغط وبسحب عشان يعني يطلع الشكل النهائي معي مسحوب الشعر، يعني مش كتل، ما يكون في كتل على الوجه. انا معي صينيه ان شاء الله بالفرن، ان شاء الله انها بتطلع معنا. اذا كانت جاهزه راح اورجيكم اياها. الفرن عندي شيف. عندك. طب هذا اللي فوق مبين جبنه، كيف بدك تعرف انها استوت؟ ام علي اللوزي عم بتقول لنا ربحوني يا ام علي عشان تربحي معنا. شاركوا شاركي، اعملي شير ولايك واكبر قدر ممكن من الكومنت والتعليقات لحتى تزيد فرصتك بالربح. بعد ما افرد العجين نص عقده، الخشنه بتنكبس كبسه بسيطه عشان تاخذ شكل حلو بعد ما نقلبها. واكيد انا هون راح استخدم جبنه الشيخ للكنافه. راح افرد طبقه كامله من اجبان الشيخ. بعد هيك بندخلها على الفرن او الغاز. هسه اللي عنده فرن بده يحطها بس نار من تحت، سواء كهرباء او فرن عربي، بس من تحت على درجة حرارة 200 تقريبا. ما بدي اقول مثلا ربع ساعة او 10 دقائق لانها هي بتنفعص. بنقدر نكشف عليها اثناء وهي داخل الفرن، نقدر نكشف عليها بسكينة نشوف اخذت اللون اللي بدنا اياه. مش ماخذه بنخليها ماخذه بنطلعها وبنكمل باقي الخطوات زي ما راح اورجيكم. متابعينا اذا في اي سؤال بخصوص وصفه اليوم اللي هي الكنافه يا ريت تسالوه للشيف على الكومنت لحتى يجاوبكم عليه. اذا بدك تربعي لك جائزه ربعي، او بنطلع فاصل بعدين. لا خلينا نطلع فاصل، شو رايك؟ زي ما بدك. اوكي قبل ما اشيل الاغراض. فاصل، وبعد الفاصل مستنينكم جوائز مقدمه من حلينا خاتمين ذهب، عشان هيك خليكم موجودين على اللايف ستريمينج تبعنا. ورجعنا لكم متابعينا بعد الفاصل والاحكام. شيف ايش صار معنا؟ انا جاهز. انت جاهز؟ انا جاهزه. انا دائما جاهز. ايش اذا بتجيب الكاميرا رم يس الكاميرا هاي عشان بس يعرف انه يعني كيف انها بتنخبز بالفرن، يعني بصير. وانا هيك هاي الصينيه جاهزه. انا حطيتها يعني قبل ما ابلش بوصفه الخشنه بدقيقتين بالفاصل، يعني تقريبا 12 دقيقه على درجه حراره 200 بفرن كهرباء، بس شغلت عليه من تحت.
هلا الخطوة اللي بعد هيك مباشرة انه كل انواع الجبنة فيها مي، فاحنا بورق المطبخ نسحب هاي المي. طب شيف احنا ليه بنسحب منها المي؟ نسحب المي لانه بتخرب الطعم. اوكي. بس للأمانة يعني عجبان الشيخ شو يعني هي على الهواء مبين انه ما بتحمل مي كثير، وهي من ميزاتها عشان تكوني في الصورة. بدنا نشكر طبعا اجبان الشيخ اللي موجودين معنا كراعي رسمي لبرنامجنا. كل الشكر لهم اخواني وحبايبي ابراهيم وزكريا وصالح. هيك انا سحبتها. هلا دور السمنه. هلا كيف بدنا نقلبها؟ شوفوا كنافه بدون سمن بلدي يعني باستثناء غير يعني اللي بيحبوش السمن البلدي نهائيا، بس اللي باكل سمن بلدي كنافه بدون سمن بلدي لا تصلح. راح ادهن دهنه بسيطه وراح اضيف على القطر اللي بيغلي معي باقي السمن. حرك لك يا شيخ. يعني كان بودي اقول لك اقلبيها يا ولا بس بس شكل الشيف بده يجيب العيد قبل وقته. بس خايف يعني من النتيجه. ما تخاف انت تاكد. انا خايف من النتيجه. نقول بسم الله اخواني، يعني قلبها سهل، هي صينيه صغيره وهي النتيجه. واو. شوفوا لي كيف عجين سويتس مبدع معنا في هاي الوصفه مباشره. القطر سخن طبعا. راح انزل بالقطر. كل واحد بحط قطر حسب الكميه يعني اللي بتناسبه، اللي بحب قطر خفيف. طبعا نحكي عن قطر الكنافه. قطر الكنافه قوامه دائما خفيف، يعني كاستين سكر عليهم كاس وربع مي. كاستين سكر عليهم كاس وربع مي، لازم يكون قوامه خفيف. هلا بدنا نقطعها. بدي والله بدي شو اسمه بدي افطركم انا. شكلي هيك بدي افطركم. بس بدنا نذكر متابعينا اذا في اي اسئله للشيف. جاهز يا اكرم؟ اكرم جاهز يا حبيبي؟ طب اعطي لك صحن خليني اقطع لك. فطرني يعني؟ صدقتي انت عن جد؟ انا بدي اكل والله، انا جوعانه بس يعني صدقتي عن جد؟ واو واو الجبنه. ارفعها ارفعها شيف. لا 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 هي بترفع لحالها. ما شاء الله. شوفوا لي النتيجه من جبنه الشيخ. انا يعني بديش اضل امدح، الشاشه هي اللي بتمدح لحالها. مزبوط. بدكم ارفع برفع، بس انا كل ما ارفع كل ما رفعت قلوب المشاهدين، ودنيا رمضان ومش ناقصني دعوه اخر النهار. ارفع يا شيف. ارفع ارفع ارفع. عن جد شكرا لعجبان الشيخ. هيك انا خلصت الوصفات اليوم، وكل الشكر لكم على متابعتكم لنا، وفعلا يعني انا مبسوط فيكم، وان شاء الله بالحلقات الجايه راح يكون معنا وصفات على اعلى، راح نرفع الليفل شوي. وشكرا جزيلا. يعطيك العافيه شيخ. الله يعافيك.